صدق أو لا تصدق أن لليهود جمهورية منذ عام 1928 مؤسسة في جنوب شرق روسيا، هي جمهورية بيروبوجان، وهي جمهورية اليهود المنسية. جمهورية اليهود الأولى بيروبوجان والتي تقع في جنوب شرق روسيا لا يعلم بوجودها الأغلبية من العالم. ليه؟ لأن إسرائيل بتسعى جاهدة إن محدش يعرف الحقيقة دي، ولأنها أصلا بتتحكم في كافة وسائل الإعلام الغربية، فهي تمنع الإعلام من زيارة هذه الجمهورية. الجمهورية دي هي الوطن الأول لليهود في العالم، وكانت هجرتهم إليها قبل ما يروحوا فلسطين، لحد ما ظهرت فكرة الصهيونية وفكرة توطين اليهود في فلسطين. الصهاينة نجحوا في إبعاد الإعلام عن جمهورية اليهود الأولى اللي تأسست بدون حاجة لاغتصاب أراضي من السكان الأصليين، وبيعتبر سكانها بالكامل يهود. اللي بتخاف منه إسرائيل والدول الغربية الداعمة ليها هو الترويج لفكرة عودة اليهود لموطنهم الأول في هذه الجمهورية، وخوفهم من إقناع العالم بعودة آمنة لليهود المقيمين في فلسطين لجمهورية بيروبوجان ليعيشوا بأمان وسلام في أجواء الثقافة اليهودية السائدة، التحدث بلغة اليديش اللي هي لغة يهود أوروبا من دون أي معاداة للسامية اللي بتروج لها الصهيونية العالمية حاليا. إيه جمهورية بيروبوجان دي اللي موجودة في جنوب شرق روسيا؟ دي جمهورية ذات حكم ذاتي، مساحتها بتصل ل 41,277 كيلو متر، يعني زي مساحة سويسرا، بكثافة سكانية ضئيلة بتصل ل 14 نسمة في الميل المربع، مقابل 945 نسمة في الميل المربع في الكيان الصهيوني. جمهورية بيروبوجان قادرة على توطين يهود العالم كلهم بمن فيهم اليهود المغتصبين لأرض فلسطين، وفي حال حدوث ذلك يمكن إنهاء مأساة تهجير العرب الفلسطينيين المشردين في أصقاع الأرض وتسهيل عودتهم لفلسطين. والفكرة دي طبعا بتتعارض مع أهداف الصهيونية العالمية، وتتعارض مع الأهداف الأوروبية، وتتعارض مع الأهداف الأمريكية المستفيدة من وجود دولة إسرائيل في الوطن العربي والشرق الأوسط، لأن وجود إسرائيل قائم على تبادل المنافع في حماية المصالح الغربية، والاعتماد على إسرائيل للقيام بحروب الوكالة في بعض الأحيان ضد من يهددون مصالح الغرب. الشيء اللي بيجهله كثيرين منا إن جمهورية بيروبوجان دي جمهورية اليهود الأولى تأسست منذ عام 1928 في جنوب شرق روسيا بدعم وتشجيع من يهود أمريكا أنفسهم، ممثلين في هيئة كانت بتضم في عضويتها عالم الفيزياء اليهودي أينشتاين والكاتب الأمريكي المعروف جولدبرغ. وبكده خدعت الصهيونية العالمية العالم أجمع لما زعموا إبان الحرب العالمية الثانية إنهم في أمس الحاجة لأرض فلسطين كوطن قومي ليهم، وإنهم مشردين بالأرض وملهمش وطن قومي يأويهم، وتضرعوا بذلك لتشريد الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم. أثناء تفكك الاتحاد السوفيتي الجمهورية دي كانت مؤهلة لإعلان الاستقلال عن روسيا الاتحادية زيها زي الشيشان بالظبط، لكن الصهيونية منعت حدوث ذلك بسبب حساسية ظهور جمهورية خاصة باليهود في مكان غير فلسطين، وخطورة رفع الوعي لدى يهود العالم بوجود الدولة دي وتحويل هجرتهم إليها بدلاً من فلسطين. حتى إننا بنجد إن الغرب دفع العرب والمسلمين للجهاد لتحرير الشيشان وفك ارتباطها من روسيا، وكان بإمكانهم إنهم يقوموا بنفس الشيء ودعم جمهورية بيروبوجان للاستقلال عن روسيا وجعلها وطن بديل لليهود عن فلسطين. ولكن
رغبتهم في وجود مسمار في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي يمكنهم من السيطرة على تلك المنطقة والتحكم فيها من قبل الصهيونية العالمية والولايات المتحدة الأمريكية والغرب، جعلتهم يعتبرون بريبوجان جمهورية اليهود المنسية ولا يتحدثون عنها. علينا أن نعلم أن لليهود جمهورية هي جمهورية اليهود الأولى المعروفة باسم بريبوجان، والموجودة في جنوب شرق روسيا، والمؤسسة منذ عام 1928، ومساحتها تقترب من مساحة دولة سويسرا، حيث أنها يمكن أن تستوعب كافة يهود العالم.